ازيكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان. انت فين النهارده يا نهى؟ زي ما انتوا شايفين كده، ربوة الشام. اوعى وشك بقى على الجمال وعلى الطعامة وعلى بصوا بقى الحاجات اللي عمرك ما هتدوقيها بره هتلاقيها في ربوة الشام. محل سوري، مطعم سوري، بجد بجد في وصفات وفي وجبات وفي حاجات قمة في الروعة. والاجمل من كل ده زي ما انت شايفة كده يا ست الكل، كله بلدي في بلدي، عجول بلدي، اللحم الضاني الجميل بقى، البتلو بانواعه. وبصي بقى النظافه، وبصي تقطيع اللحمه، وعمل منها بقى شرايح الفليتو بقى والستيك واللحمه الخضار، وكل اللي انت عايزه تقوليه قوليه. وده غير طبعا نظافه المكان وجماله. ويعني انا بحب اشكر كل الكوادر اللي شغاله في المكان ربوة الشام، بجد بجد يستحقوا الشكر على معاملتهم وطريقتهم والذوق بتاعهم. وطبعا يا جماعة احنا عارفين ان السوريين مشهورين بالذوق وبالتعامل الحلو، ده غير الصنعة الجميلة جدا بقى والوصفات اللي مش هتاكلي بره زيها ابدا. زي ما انت شايفة كده معايا بقى، طبعا في قسم بقى اللحوم والمشويات، هنا قسم الفطائر والمناقيش والمعجنات والبيتزا. بصي بقى المهارة، بصي السرعة، بصي الأداء، النظافة، الجوانتيات اللي ملبوسة بقى، يعني كل حاجة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، شيفنا الجميل كان بيعمل اجمل بيتزا، تقريبا بقى هتبقى محشية مجموعة من الجبن الروعة. وطبعا كلنا عارفين الجبن السوري بقى مفيش بعدها. وبرضه هيعمل لنا مجموعة من المناقيش ومنقوشة الجبنة والزعتر. ويعني بصي هتدخلي يعني مفيش حاجة هتعوزيها مش هتلاقيها. صلي كده بقى على رسول الله كده في الفيديو عشان ابدأ اقولك المنيو بتاعتهم او القائمة اللي عندهم وجمال انواع الاكل عندهم. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما ابدا بقى الكلام واكمل الوصفات، ما تنسيش بقى تشتركي كده في القناه وتفعلي زر الجرس واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. واوعي تنسي تروحي ربوة الشام، المكان الجميل الفظيع ده. شفتي المشويات؟ لو اقدر اوصل لك الريحه بقى، والخضروات الجميله المغسوله دي وطازه وكل حاجه فريش. وعايزه اقول لك كل حاجه بتاعه اليوم، مفيش حاجه عندهم بتبات، لان بسم الله ما شاء الله حاجات روعه ما ينفعش تبات اصلا. الوصفات عندهم بقى متعدده وكتيره جدا. في عندهم بقى الفراخ المشويه اسمها فراخ شوايه، في التبوله طبعا احنا عارفين بقى السلطات السوريه بقى مفيش بعدها، التبوله، السلطه السيزر، المقادم، في بابا غنوج المتبل، صفيحه بالطماطم. طبعا دي بقى العجين، بصوا العجين بس عامل ازاي بقى الخمران ده، حاجه كده تفتح النفس اهو. بصي بقى الحاجه وهي داخله بقى الفرن عندهم، يعني حاجه مفيش وصف يتقال. بصي الفيليتو، بصي اللحمه الحمراء، حاجات جميله جدا. برضو عندهم بقى حاجه اسمها شرحات لحمه على عجين، وعندهم سناسل والمخاصي على عجين. في السجقات طبعا انا مش عايزه انسى حاجه، ويا رب اكون بقول الحاجه كده صح، عشان طبعا احنا عارفين ان الاسماء والوجبات السوريه بتبقى مختلفه شويه عن الوجبات المصريه في ايه، في اساميها. وبرده الشيش طاووق عندهم يجنن. مجموعه بقى من الشوربه، شوربه المقادم، وعندهم الفتة المقادم، وعندهم بقى راس الخروف المطبوخه دي يا جماعه مفيش كلام يتقال عليها، بجد بجد تاكلي صوابعك وراها. وطبعا وهننسى المنسف، المنسف ده بقى يعني مين فينا بقى ما بيحبش المنسف بالمكسرات؟ يعني انت هتشوفيه دلوقتي معايا، شكله بس كده يفتح النفس. اللي انت شايفاه ده بقى اللحوم الحمراء معايا، والكبده الضاني، والكبده العجالي، والحاجات الجميله جدا، كلها بلدي في بلدي. وطبعا ما ننساش بقى الرز بالفريكه واللحمه والمكسرات. يعني يا جماعه يعني روحوا هتعملوا هناك بقى احلى عزايم واحلى وجبات واحلى سهرات. بجد بجد مكان جميل جدا ربوة الشام، مكان يعني هتروحيه مره، كل مرة هتضطري بقى تروحي انت واصحابك واصدقائك وكل العيلة هتاخديها على هناك. حاجات جميلة هتعجبك جدا. ده غير السلطات بقى يا جماعة، بصوا بقى، بصوا الجمال بقى، بصوا السلطات، وبصوا العيش المحمص فيها والخضروات اللي تفتح النفس، والصوصات بقى الدريسنج الروعة اللي يجنن. ده كفاية الشكل، زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. فانت فعلا هتشوفي ده هناك، هتشوفي بقى كل حاجة هناك زي ما بقولك كده. حاجات تفتح النفس بطريقة غير عادية، من المشويات، من المشويات طبعا بأنواعها، من اللحوم والفراخ المشوية، والسلطات زي ما أنا
كده مقربه لك عليها، اللي عامله لك زوم عليها عشان تشوفي الجمال بتاعها. بجد بجد هتعجبك قوي، هتاكلي صوابعك وراها. والمشويات ولا الريحه يا جماعه بقى بتاعت المشويات، حاجه كده مهفهفه، والكفته بقى والطرب. وبصي الجمال بقى، يعني انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه على الانواع والاصناف والخضروات اللي هي اللي بتبقى مشويه مع الاكل دي ومع المشويات. بجد تفتح النفس، لا حاجه تستحق التجربه. شابوه لمحل ربوة الشام، شابوه للمطعم ده بجد. زي ما قلت في اول الفيديو، بحب اقول تاني، بحب اشكر كل الكوادر اللي عامله هناك. يستحقوا الشكر، ناس ذوق، خلوقين، النظافة، جودة الحاجة، السرعة في تقديم الطلبات. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش بقى تروحي المكان ده وتكتبي لي كده في الكومنتات، وكل حاجة هكتبها لك في صندوق الوصف. أنا بحبكم في الله. أسيبك بقى تكملي باقي الوصفات الجميلة كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.